هبدأ الفيديو برسالة للكابتن معتمد جمال. انت اثبتت فعلا ان انت مدرب فترة انتقالية. ما ينفعش الزمالك يبني عليك الموسم الجاي حتى لو كنت اخدت الدوري او كنت اخدت الكونفدرالية. انت دايما غايب في الماتشات الكبيرة، ما بتهيأش اللعيبة بتاعتك نفسها لأي ماتش كبير. اللعيبة بتبان ان هي ما بتقدرش تاخد نفسها. في لعيبة بتبقى دايما غايبة في الماتشات الكبيرة، بتظهر بس في بعض الماتشات. إدارة للمباراة إدارة سيئة، تشكيل المباراة تشكيل سيء. كل المشجعين وكل المحللين قالوا لك لازم تلعب باتنين راس حربة عشان تقدر تخلي اتحاد العاصمة راجع شوية وواقف في نص ملعبه شوية. وده ظهر بالفعل لما في الدقيقة 70 أو في الدقيقة 75 بدلت الناصر منسي ولعبت باتنين مهاجمين هو وسيف الجزيري. بقى ليك شكل شوية. لو كنت لعبت على الاوفرات ولعبت على الاتنين دول، يعني اول اوفر عمله محمد ابراهيم لناصر منسي كان هيجيبها جون. بس انت ما تستحقش انك تجيب جون ولا تكسب الماتش لانك انت ما جيتش الماتش. انت يا راجل ما شطش على الجون غير شوطة واحدة او شوطين في التسعين دقيقة. تكسب الماتش ازاي؟ الفريق اللي هو اصلا ما بيلعبش في ارضه مستحوذ عليك وبيحضر صح، ماسك نص الملعب منك. لو كانوا الاجنحة بتاعته موفقين هو والمهاجم كنت خسرت في الماتش، ما وصلتش ضربات جزاء. انت احمد ربنا ان انت خسرت ضربات جزاء، شالت من عليك شوية. لان انت كان المفروض تخرج بفضيحة، ما ينفعش انك كنت توصل ضربات جزاء اصلا. ومش عارف انت مش موجود في الماتش ولا ايه؟ انت ازاي مش شايف اللعيبة لحد الدقيقة 80 ان الزمالك مش موجود؟ المفروض تعمل التغييرات. وليه مصمم على محمد شحاتة؟ محمد شحاتة اصلا غايب من الماتش اللي هناك. يعني هو برضه نفسيته تعبانة بسبب وفاة والده. انت برضه مصمم عليه، حتى بتبدأ بيه ما بترضاش تغيره. ما باين ان هو مش موجود، ولا قادر يدافع ولا قادر يطلعك بالكورة ولا قادر يعمل اي حاجة. بصراحة علامة استفهام كبيرة عليك يا كابتن معتمد. الجمهور بس اللي ما يستحقش ان هو يروح زعلان. انا طبعا مبسوط عشان انا اهلاوي ان انت مش هتاخد البطولة، اكلمك بكل حق. بس مش هتفضل برضو تكسب بالروح والجمهور. لازم يبقى ليك بصمة، لازم يبقى ليك خطة، لازم اللعيبة بتاعتك برضو تظهر تعمل اللي عليها. اللعيبة بتاعتك معظمها بتاعت لقطات وبتاعت شو. في لعيبة متدارية اصلا. انت اصلا اللي انت بتعمله او اللي انت وصلت له في الموسم ده بسبب ان الاهلي وبيراميدز ساعدوك في ده، بعيدا عن الكونفدرالية يعني. اما كان عندك مشاكل اساسيه وكانت متشافه من بدري. يعني حتى جمهور الزمالك كان شايف وعارف كده. في بعض من جمهور الزمالك عارف ان انت بتاع فتره انتقاليه، واللعيبه برضو اتنين تلاته والباقي ارميه في الزباله. مين محمد السيد اللي انت مصمم عليه؟ كابتن ما عندوش فكره اصلا، ولاعيب رجليه مش شايلاه. بصراحه ماتش غريب وكان تستحق ان انت تخسره. عايز اقول كلمه اخيره ما ينفعش نقفلها كده. احنا الزمالك فامو.